في الفيديو ده هتكلم فيه انا لو اشتغلت في العقار في الريل استيت هجيب ليدز ازاي. واللي خلاني افكر في الموضوع ده هو كمية رسائل الواتساب والمكالمات اللي بتجيلي. ودايما انا بقعد افكر اللي هو يا جماعة، لا انتوا بتعملوا حاجة غلط. ال- المكالمات اللي بتجيلي دي معناها ان هم ما عرفوش عني، ما عملوش سيرش كويس عني كويس. لان هم لو يعرفوا مش هيعرضوا عليا فيلا ب 21 مليون جنيه في اسكندريه. بغض النظر عن السعر، انا فكرت قلت ان انا لو مكان الشخص ده اللي بيتصل بيا، ده اللي بيقول لي انت سجلت عشان تستفسر عن المشروع بتاع بالم هيلز. انا بالتاكيد مش هعمل الحركه دي 100%. مش هبعت واتساب، مش هعمل كول كولينج في ماركت ساتوريتد، يعني ماركت حاصل فيه كميه محاولات من الناس ان هم يعصروا الماركت ويتصلوا بكل الناس. فحتى الشخص اللي عنده قدره ان هو يدفع الرقم ده، حاجه من الاتنين، اعتقد ان هو يا اما في ناس كتير قوي تواصلت معاه فهو فاض بيه الكيل من ان هو من ان انت تتكلم معاه اصلا. حاجه استوقفتني ان حد كان شغال في الريل استيت قال ان في ترند، في باترن حاصل، ان كميه ناس من المغتربين اللي عايشين بره مصر بيشتغلوا بقالهم 10 15 20 سنه وعايزين يحطوا الانفستمنتس بتاعتهم في عقار. طيب، بما ان ده التارجت بتاعك، انت ليه ما بتروحلوش في البلاتفورمز اللي هم موجودين فيها؟ يعني انت كريل استيت اندستري محتاج تروح بالطريقه اللي انا بشتغل بيها، كولد اوتريتش، ابعت على لينكدين، ابعت على ايميلز للتارجت اللي انت فعلا المفروض تدور عليه. طيب، السؤال هنا اللي في ناس كتير قوي بتفكر، طب انا اعرف اجيب ازاي ليد مصري في السعوديه او في الامارات او في امريكا وبقاله 10 20 30 سنه شغال؟ وده اللي انا جاي اتكلمكم فيه هنا. لو سمحتوا يا مغتربين ما تكرهونيش، بس احنا يعني فاض بينا الكيل من المكالمات دي، فممكن نحاول شويه عليكم ويا رب الموضوع يفيد. طيب، انا لو مكان مطور عقاري او ريل استيت ايجنت او بروكر، هروح لللينكدين سيلز نافيجيتور. اللايسنس بتاعته غاليه شويه، ممكن تدفع تقريبا $80 في الشهر عشان تاخد اللايسنس دي. ولكن ورث ات، احسن ما تدفع اعلانات على فيسبوك ويجي لك ليدز كحيانه زيي. هتعمل ايه؟ هتختار هتختار ايه؟ هتختار الدوله اللي انت عايز تتارجت فيها الشخص. مثلا انا عايز اتارجت مصري عايش في السعوديه، فهنكتب هنا سعودي ارابيا. تمام. آه، فانا كده اي تارجتد الدوله. تمام. لو جيت بقى بصيت في الفلاتر هنا، مفيش ولا فلتر بيقول لك هات لي المصريين. تمام. ودي تيجي بقى ايه التكتكه بتاعت البوب. انت ممكن تفلتر بالسكول، ممكن تتارجت بالسكول. فانا لو بتارجت مصريين من اسكندريه، لان انا بسوق لمشروع بالم هيلز في اسكندريه، ممكن جدا ادور على اللي اتخرجوا من جامعه اسكندريه. با با با. تمام. ممكن كده. يبقى انا وممكن احط جامعه فارس. شوف بقى الجامعات اللي ممكن. فده معناه ان انا بتارجت ناس في السعوديه اتخرجوا من الجامعات دي، غالبا هم من اسكندريه بنسبه كبيره. طلع لك 18,000 ليد. قيس على ده ان انت تقدر كمان تحدد عدد سنين الخبره. يعني ما تدورش بقى على اللي راح السعوديه لسه بقاله سنه ولا سنتين، لسه ما يعني معهوش مقدم الفيلا اللي انت عايز تبيعها. فهات لي الناس اللي 10 سنين اكسبيرينس فيما فوق. ومثلا شغال في نفس الشركه بتاعته مثلا اكتر من 10 سنين. يبقى انا هنا اخترت اعلى اكسبيرينس، اعلى وكمان معدل سني غالبا هيكون معدل السن كبير نسبيا. تمام. وممكن كمان تتارجت بالسينيوريتي ليفل. هات لي الدايركتورز، هات لي السيز، سي اكس اوز اللي هم في السي ليفل. تمام. فدايركتور، في بي، اونر، اصحاب شركات في السعوديه. بس كده. ال 181 ليد دول انا بقول لك هم اولى بمحاولاتك
ابعت رسائل لينكدين للليدز دي، جيب ايميلهم وتواصل معاهم. آه، مش يعني مش سبامينج، اكتب رسالة فعلا مكتوبة بعناية للأشخاص دي. لو أنت عايز تعرف تكتب إيه للليدز دول، ممكن تابعوا المحتوى اللي أنا هحطه الفترة الجاية. ولكن دول أولى بمحاولاتك. يعني ال 181 ليد دول بقالهم سنين مغتربين، هم دول اللي أنت بتدور عليهم. أتمنى إن ده يفيدكم، أتمنى إن هو يفرق معاكم. أتمنى إن المغتربين ما يكرهونيش لو لقوا بقى رسائل كتيرة جاية من ريل استيت ايجنتس. جود لك. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، واشوفكم قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.